السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار رجالة؟ عاملين ايه؟ شوية أخبار كده. آخر أخبار النهاردة. فيتوريا مدرب المنتخب المصري لا يزال بيبالغ في تصريحاته وبيقول لك إن احنا مواجهة ملاوي القادمة ستكون مواجهة قوية جدا. يا باشا أنت هتواجه المصنف 135 على العالم، بلاش. امال انت لو واجهت سنغال بقى ولا برازيل زي ما المغرب راح بقى لعب البرازيل وعمل جيم عالي جدا، هتقول ايه؟ مواجهة ملاوي. المهم الراجل ده شكله اوفر في التصريحات بتاعته. فمش مشكلة انك تحترم الخصم، ماشي احترم الخصم بس ما تبالغش يعني. ما تشتغلناش يعني، فاهم انت ازاي؟ احنا انت جاي تدرب منتخب مصر انت. تمام. بيراميدز يا جماعة برضو لا يزال داخل المنطقة صفر. بيراميدز ليه 1718 يوم موجود ولا يزال داخل المنطقة صفر صفر بطولات. معلش بقى يا عم تركي بقى، سواء انت موجود في المشهد ولا مش موجود في المشهد، اللي بيجي على الاهلي طبعا ما بيكسبش. انت عملت فرقه عشان تاخد الدوري، لا انت عارف تاخد دوري ولا حتى عارف تاخد كاس الرابطه. فمعروف مصيرك ايه يعني. كولر بيعمل نظام غذائي للاعيبه الاهلي، دي حاجه كويسه جدا. نظام غذائي في رمضان وبيتابع النظام ده بنفسه استعدادا لمباراه الهلال القويه المنتظره. طبعا دي حاجه محترمه جدا منه، لان فعلا النظام الغذائي بيأثر على اي رياضي. لازم نهتم بالنظام الغذائي بتاع اللعيبه عشان مردودهم في الملعب يبقى قوي. ومنذ 2000 منذ يونيو 2019 محمد صلاح يفشل في التسجيل مع المنتخب الوطني لمباراتين ورا بعض. يعني بيسجل كل حاجه، بس من 2000، من شهر 6 2019 ما بيعرفش يسجل في ماتشين ورا بعض. طبعا هو عايز يحطم العقده ديت في ماتش ملاوي القادم دوت، لانه سجل في الماتش الاولاني. فلو سجل في الماتش دوت هيحطم العقده ديت اللي هي فضلت استمرت معاه اكتر من 45 شهر. لا مباراه رسميه ولا مباراه وديه ولا يعني، في كل المباريات. طبعا نتمنى له انه يسجل. اخيرا يا جماعه مرتضى منصور خرج. شفنا كلنا طبعا خروج مرتضى منصور. وهل مرتضى منصور ده لما خرج هيرجع قانونا يرجع رئيس نادي تاني، ولا دي حاجه تخالف، ولا احنا لسه مش عارفين. بس لو مرتضى رجع رئيس نادي الزمالك هيصطدم بست ملفات في غايه الخطوره. ست ملفات في غايه الخطوره. طبعا ايه ده بغض النظر ان هو حالته النفسيه اكيد مش احسن حاجه. فبينتظروا ست ملفات لرئاسه نادي الزمالك. اولها مدرب جديد طبعا. فيريرا مشي، اسامه نبيل مشي، ومدرب جديد. طبعا ازمه دلوقتي في نادي الزمالك، خصوصا ان هم في اتجاه ان هم مش عايزين مدرب مصري، عايزين مدرب اجنبي عشان ياسسوا بيه فرقه قويه تاني من جديد. وطبعا ميزانيه مش مظبوطه. فطبعا ده اول تحدي مرتضى منصور. تاني تحدي ان هو تجديد عقود اللاعبين الحاليين الموجودين. طبعا عنده عقود لعيبه عايز تتجدد، برضه ده بيصطدم برضه بالازمه الماليه اللي موجوده. زائد في تالت تحدي في صفقات جديده عايز يعملها نادي الزمالك. طبعا هو في ظل الاجواء اللي فيها نادي الزمالك، الاوضاع اللي فيها نادي الزمالك دي، طبعا هيبقى في حتى اقناع اللاعبين بالصفقات الجديده هيبقى الموضوع صعب. زائد انه عنده التحدي الرابع انقاذ الموسم الكارثي دوت، ان هو الزمالك يطلع باحسن شكل. هو دلوقتي مركزه وحش جدا في الدوري، فلازم ينقذ الموسم باي طريقه. موسم كارثي بالنسبه للزمالك والزملكاويه، طبعا احنا كناش نتمنى كده. زائد بقى انقاذ العاب الصالات، ده الملف الخامس. العاب الصالات في الزمالك كانت بيقولوا ملوك صالات وبتاع، رغم ان احنا طبعا مش حاجه اسمها ملوك صالات، هو النادي الاهلي. صالات اي حاجه فيها حاجه النادي الاهلي هو رقم واحد فيها. بس هو طبعا بيدعي ان هو ملوك صالات، فهو عايز ينقذ موسم كارثي بالنسبه له برضه في العاب الصالات، سواء طايره يد سله. الموضوع برضه كارثي زيه زي كره القدم. سادس حاجه اللي هي بدات تظهر كده في الاجواء، ان هو في شكوى مقدمه من مجلس اداره نادي الزمالك ضد خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بعد تصريحات خالد مرتجي ضد الاخيره. فطبعا هو هيبقى عايز ينتقم من اي حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي، ففي شكوى مقدمه. فهو ده ملف برضه ضمن الملفات اللي هو هيهتم بيها الفتره الجايه. نتمنى بقى يعني مرتضى يهدى شويه ويركز في شغله اكتر. انت فاهم؟ لان اللي حصل ده شيء مش كويس، شيء مش ظريف ان رئيس نادي تاني يشتمه فده يحبسه. لازم يبقى في العلاقه يا جماعه تبقى، عشان حتى تصوروا الماتش ده للجماهير، ان الجماهير تحترم بعض، يبقى الموضوع موضوع تنافس في الملعب. لازم العلاقه بينكم انتوا كمان
ما تبقاش بالشكل دوت. طبعا احنا ما فيش اي لوم على كابتن محمود، لان الراجل ما فيش اي غلط من ناحيته، الراجل مركز في شغله. مرتضى اللي كان بيضرب ده ويشتم ده ويعمل ده، فاتمنى يكون الموضوع، راجل كبير في السن برضه وذو شخصيه يعني معروفه، ما ينفعش الكلام حتى اللي حصل ده، كان المفروض يتحل الموضوع قبل ما يوصل لمرحله ان هو يتسجن دي. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه، والتوفيق طبعا للنادي الاهلي، استعداداته لماتش الهلال، الماتش قوي. بس حاسس ان الفرقه مركزه طول ما انا مفيش اي حاجه اعلاميه كده عن اللعيبه وفي تكتم كده، تعرف ان الفرقه مركزه، تعرف النادي الاهلي هيعمل ماتش كبير وهيفوق توقعات كمان الجماهير ان شاء الله. وانت عم فيتوريا ما تبالغش، ما تقفرش، لسه ما عملتش حاجه مع المنتخب، انت بتلاعب ملاوي وصلنا من خمسه، ما تقوليش منتخب ملاوي منتخب قوي، ما فيش الكلام ده. لو انت مقتنع ان منتخب ملاوي ده منتخب قوي، روح درب يا باشا مدغشقر. تمام. مساء الفل عليكم يا رجاله، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. تابعوني يا جماعه واعملوا لايك للفيديو ده وشير. هسيب لكم لينك القناه بتاعت اليوتيوب هنا عشان تشوف كل جديد. سلام.